مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم متابعينا الاعزاء. من مطبخ فانيلا سويت اليوم هي وصفتنا طريقة عمل كيكة الباربي مع طريقة التزيين. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وأهلا وسهلا فيكم. هلأ ببداية عملنا رح نحمي الفرن لحرارة 190 ورح نخبز الكيكة على الرف الوسط 20 دقيقة، وآخر 4-5 دقايق من سطح الكيكة رح نخبزها. رح ناخد بيضة عدد 9 بيعادل 450 جرام، طبعا بيكونوا بحرارة المطبخ مو من البراد. رح نضيف سكر، كوب سكر بيعادل 225 جرام، معلقة صغيرة فانيلا وبشرة ليمون وخل أبيض. رح نضيف طحين المنخول كوب ونص بيعادل 225 جرام، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. رح نضعه لصواني 30 ب40 سنتي، وموضوع ورق زبدة للحماية. صاروا صوانينا جاهزة للخبز. رح نجهز الكريمة كوب ونص بودرة شانتيه مع كوب ونص ماء مثلج. كيكتنا طلعت من الفرن وبردت، رح نقطعها لدوائر تقريبا 18 سنتي القطر، ورح نستفيد من كل أجزاء الكيكة. هلأ بتلاحظوا بالفيديو كيف رح نستخدم أجزاء الكيكة. رح نجهز الطبقة الأولى ورح نحط لها قطر مخفف، أو يمكن تستخدموا عصير أو حليب. ووضعنا الكريمة، نرجع بنضع الكيكة والقطر والكريمة لحتى تنتهي عنا الطبقات حوالي 6 طبقات. هلا عم نستخدم القطع الكيك المجزأة، ما بتأثر لا بالشكل ولا بالطعم. بس انتهينا على الفريزر لتاني يوم. تاني يوم منطلعها من الفريزر ومنشيلها من القالب، ومنبدأ بتجهيز شكل كيكة الباربي. رح نقسم الحواف لحتى تزبط معنا شكل كيكة الباربي. الأجزاء اللي طلعت معنا رح نعجنها ونشكلها فوق الكيكة، ورح نظبط الكيكة بهذا الشكل الواضح بالفيديو. رح نلبس الكيكة تريدوا كريمة زبدة، كريمة شوكولا، غناش شوكولا، شو بتحبوا انتو. المهم ما بنستخدم كريم الشانتيه في تلبيس الكيكة. انا استخدمت هون كريمة الزبدة السويسرية. رح نلبس اول طبقة عجينة سكر، ورح نبدأ بتزيين فستان الباربي. وهيك بتكون كيكتنا خلصت وحلقتنا خلصت، وأهلا وسهلا فيكم.